المحامي الأوحد والوحيد لعمر المحبة، وشكرا على الجهود القانونية المبذولة واللي تمثل شرف المهنة اللي أنت حضرتك حارف عليه. شكرا جزيلا. ثانيا، القضاء المصري قضاء عادل سيبقى هو أيقونة القضاء في الوطن العربي. القضاء المصري يحترم ويقدر أيا كانت النتائج. القضاء المصري هو ملاذنا كلنا إحنا العرب. القضاء المصري هو مدرستنا في كل الوطن العربي. وحابب أضيف شغلة ثانية، أن كل مصري أو مصر أو ما يسمى في مصر الجمهورية العربية المصرية، جمهورية مصر العربية، كل ما يذكر اسمها باسمها بأجهزتها بقضائها بشعوبها، وجب علينا الانحناء احتراما ووضع يدنا على رأسنا. فباسمي وباسم الأخ مراد الأردنيين الفلسطينيين، نحن نقدس مصر وأهل مصر وشعب مصر وقيادة مصر. فاللي بيتكلموا دولت قول أنا وصفتهم بالثعالب، يعني عفوا شو بشكلوا 0.00001% من هالشعب الطيب، فلا يعتدوا بالنسبة لي. ثانيا، والله لو نفتحوا لايفات بس يعطونا التوقيت، عشان والله احنا وقت راحتنا نكون نايمين، فالحمد لله انكم انتم بتظهروا كالخفافيش ليلا، فقولوا ما تقولون. ثالثا واخيرا، عايز اقول لكم شغله، التكفيل والكفاله، الاستاذ المستشار معروف، هي ليست براءه وليست ادانه. هي الكفاله، الشخص يخرج او المتهم يخرج، أو المتهم في أي شكوى يخرج على ذمة قضية، وسيعاد للمحاكمة وسيمثل أمام القضاء، وما سيقرر القضاء سنحترمه ونقول السمع والطاعة. وأخيرا وليس آخرا، القضايا لسه جاي السكة، يعني مش واحدة ولا اتنين. احنا قضايانا كلها بالإثبات والأدلة، ومش للشخص ده اللي بتذكره اسمه، كل الشخوص اللي قاعدة بتطبل له وبتحكي له. ربنا يصلح حاله. فالقضاء أستاذ المصري عمر، بعد إذنك سؤال تاني مهم جدا. أصبحت أتهم أنا شخصيا إن أنا خاين للعروبة وخاين للوطنية وخاين لولاد بلدي، لمجرد إن أنا بقيت بدافع عن كلمة حق، وبقول إن أنا بدافع عن الأردنيين وبدافع عن الفلسطينيين على حساب ولاد بلدي. إيه سيدي الكلام ده؟ علشان بقول كلمة إن حق بقيت دافعت، متهم لا اتهامات خطيرة كده. اسمعني اتفضل. بس. أنت بتدافع عن أي شخص في الوطن العربي، معناتك أنت بتدافع عن مصر، لأنه مصر هي أم الوطن العربي. والله إنك محبة تمشي على الأرض، والله اللي أنت فعلا محبة لنا عنوان. حبيبي، والله يسلم لسانك يا أخي. والله العظيم أنا نفسي الناس اللي بيتهموك اتهامات خطيرة يجوا يسمعوا كلامك عن مصر وعن المصريين، يا يسمعوا سيدي. أدبك واحترامك وأخلاقك. الأخت ملك حكت شيء، المسلم من سلم الناس باللسان. فبدي أسألك سؤال، هاي الأشكال اللي أنت شايفها، أشكال اللي بيطلعوا بتوع الليل دول، هم أشكال ولفظهم يمت للعروبة وللقومية وللإسلام بصلة؟ لا خالص. أنا أقول لك لا يمت. فبالتالي لا تعليق. أعتقد هناك بلطجة إلكترونية حدثت طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي. تم تهديد طبعا كل اللي يقول رأيه طبعا بحرية، تم تهديده بعمل محضر، سواء كان من هؤلاء الأفراد الصعاليق أو من محامين أيضا. يعني تم تهديد كل من يقول كلمة حق طبعا. وانا اتثبت زيك يا توكسفين على اليوتيوب طبعا، وطبعا ده مش هيسنيني ان انا اقول كلمة حق. عمري ما هتحادى عن كلمة الحق اللي انا بقولها. ومن اتهم مسلما طبعا بالكفر فهو كافر، وان شاء الله بالفعل يا اسد كلنا اتشهر بينا، وكلنا اتخاط في سمعتنا، وكلنا اتهتك اعراضنا، وكلنا اتعرض صورنا. محمد الفيومي، انا عايز اعرف انا عملت ايه؟
انت لا الحق انت دايما، حضرتك يا استاذ الحق محمد يا الحق. فتحي، انت يا استاذ محمد يا فتحي لا لك واحده بس، يعني عاوز اقول حاجه بعد اذنك يا مشكله فندم، عاوز لا اقول انت حاجه قطعتني للاستاذ عمر. معلش بقى، استاذ انا اسف. لسه ما كملتش وجهه نظري طب بعد سيبه اذنك. يكمل، طب سيبه اتفضل يكمل، اتفضل سيبه اه يكمل. اتفضل. قطعتني. تمام. فطبعا اي صعلوك من الصعاليك طبعا اللي بيغلطوا دول، طبعا دول بالنسبه لنا طبعا تفكير متدني. الواحد مش هينزل لهؤلاء الصعاليك ويرد عليهم، فاذا الواحد رد يرد على الكبير بتاعهم ونقول له لم عيالك،